الله وبركاته. أنا أماني، أخصائية تخاطب وتنمية مهارات وصحة نفسية. أهلا بكم في قناتي يوميات تحدي المشاكل. بحب أرحب بكل السادة المشتركين في القناة، أهلا وسهلا بكم منورين القناة. بحب أرحب بكل السادة المشتركين الجداد في القناة، أهلا وسهلا بكم، نورتوا القناة. خدوا كده لفة في القناة متنوعة إن شاء الله تفيدكم وتنال إعجابكم ان شاء الله. فكرة الفيديو النهاردة عن بدائل التوفير عشان الميزانية تكفي معانا. هنمسك النهاردة البند التاني من الميزانية وهو الحلويات والسناكس. طبعا كل يوم بنحتاج بعض الحلويات او السناكس. بدل ما تشتري من بره، اتعلمي تعملي كل الحلويات في البيت، اتعلمي تعملي كل السناكس في البيت. زي ما انت شايفة كده قدامك انا عاملة كنافة اهي. الكنافة ديت لو جبتيها من بره بمبلغ وقدره بأضعاف ثمنها، اعمليها في البيت، هتبقى اوفر واحسن وانضف. يوم اجازتك كده لو انت بتشتغلي اعمليها في البيت. اما لو انت ما بتشتغليش عادي، كل يوم او كل يومين اعملي لهم حاجه حلوه، صينيه كبيره كده حاجه حلوه وهياكلوها. مش بتعرفي تعملي، خشي على اليوتيوب واكتبي كده في البحث طريقه عمل اي حاجه ما انت عايزاها، البسبوسه زي المحلات، الكنافه، الجلاش، اي حاجه بقى انت عايزاها، البقلاوه، اي حاجه هتطلع لك الطريقه. فيديوهات كتيره جدا. تاني حاجة عايزين برضو نتكلم فيها هي السناكس ده بيكلف مننا حاجات كتيرة جدا وفلوس كتيرة جدا في الميزانية. بدل ما تروحي تجيبي اكياس شيبسي، هاتلهم البطاطس واعملها لهم في البيت شيبسي. اعملي لهم المهلبية في البيت زي ما انت شايفة كده، دي مهلبية مشمش. ممكن تعمل لهم اي نوع بقى مهلبية، اي نوع فاكهة متوفر عندك اعملها لهم في البيت، هتبقى انضف واحسن ومضمونة. لو مش بتعرفي تعملي المهلبية ادخلي على الطريقة في اليوتيوب وهتلاقيها. ممكن برضو تتعلمي تعملي الدوناتس ده كل الاطفال بيحبوه والكبار بيحبوه، واعملوا لهم صوص فراوله، صوص شوكولاته، زي ما انت شايفه كده. اعملي لهم الشيبسي في البيت باطعم مختلفه، برضو موجوده الطريقه على اليوتيوب. بدل ما تروحي تشتري الاكياس من بره فيها مواد حافظه وتجيب لهم امراض، يبقى صرفتي فلوسك على الاكياس من بره غاليه، وفي نفس الوقت هترجعي تاني تصرفي فلوسك على الادويه، لانهم هيعيوا وتجيلهم نزلات معويه لو اعتمدوا على الحاجات دي. وفي الاخر نقول اصل الاسعار مرتفعه واصل في غلاء في الاسعار. عندك الحاجات ممكن تجيبيها وتعمليها في البيت زي ما انت شايفه كده. ده طاجن حاجه حلوه برضو، طبقه بسكوت وبعدين طبقه صوص وبعدين طبقه بسكوت وبعدين طبقه صوص وبعدين طبقه بسكوت في الاخر. طبقه الصوص ومعاها كريم شانتيه، يعني طبقه بسكوت وبعدين كريم شانتيه وبعدين صوص وبعدين كريم شانتيه. من ضمن برضو الحاجات المفيدة اللي ممكن ناكلها وتريح مزاجنا وبترفع الحالة المزاجية وبتحسنها الفشار تجيبي لك ربع كيلو فشار اهو بمبلغ بسيط، وهيعمل لك حلة فشار. اقعدي بقى كده ضلمي البيت او ضلمي الصالة وشغلي لهم حاجة حلوة كده في التلفزيون، واقعدوا اضحكوا فيلم كوميدي ولا حاجة ولا اي حاجة كوميدية، و قضوا كده سهرة الخميس او سهرة الجمعة. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، وشكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت بقى اللي داخل القناه ياخد كده لفه في القناه، ان شاء الله القناه هتعجبكم وتنال اعجابكم. في الفيديوهات كتيره متنوعه، خشوا كده خدوا لفه وخدوا فكره، واللي يعجبكم يا ريت تكتبوا لي تحتيه تعليق وقولوا لي ان عجبكم. لو في حاجه ما عجبتكوش برضو قولوا لي انها ما عجبتكوش. ان شاء الله الفيديوهات تعجبكم وتستفادوا منها. من ضمن برضو الحاجات اللي ممكن نعملها الطاجن القمر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده، طبقة كريم شانتيه وبعدين طبقة موز وبعدين طبقة كريم شانتيه وبعدين موز وبعدين في الاخر طبقة جيلي، وبعدين هنجمدها في التلاجة شوية. وبعدين شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.